يا قوت، اتأخرت يعني الليلة، كنت فين؟ ايه مالك؟ استغفر ربك، جرالك ايه؟ شايل هموم الدنيا فوق راسك كده؟ يا قوت، يا قوت افندي. حياتك انا عسانة، سيبيني في همي. همك ليه كده كفل الشر؟ طيب ليك مين بس غير مراتك نعساني تشكيلها؟ والنبي تقول لي كنت فين؟ كنت مع مين؟ قول بس واني هفهمك. يعني هكون فين في ساعة زي دي ومع مين غير الواد الباشمهندس اللي رزانة بيه عطية بيه؟ الباشمهندس كمال؟ ايوه يا ستي، كنت بوضب بيته في اخر العزبة. يا ناس، هي الارض كانت مستنية ولد زي ده علشان يصلحها؟ من قلة الفلاحين اللي مولودين فوقها ورجليهم طول عمرهم مغروسة فيها. وده بقى الهم اللي لف في مخك وشاغل بالك؟ الباشمهندس ابن حلال باين على وشه، وبرضه العلام له لزوم. مش شايفه من يوم ما جه والمحصول زاد الطقطقين؟ يا راجل أنا فاهمك كويس. لا اطمن هو باشمهندس وانت وكل العزبة. يعني بالمفتشي كده، لا انت هتاخد مكانه ولا هو هياخد مكانك. اطمن يا ياقوت، اطمن كده. ربنا يطمنك يا اختي. قومي اعملي لي كوبايه شاي يا نصحى، قومي. يهو، طب مالك بتزقني كده؟ هو انا كنت الباشمهندس ولا يعني كنت جبته هنا يشتغل في عزبة ابويا؟ عزبة ابوكي؟ وحياتك لا تكون العزبة دي كلتها ليا انا يا قوت افندي. بعد ما عطية بيه اصله مقطوع من شجرة، ملهوش اهل ولا قرايب. الراجل مسلم لي ده انا ابوه وامه واخواته وقرايبه. طب والنبي ان ما كانش لونه اسود مغلمق لكنت قلت عليه ابني. لكن لا، كانت الناس تقول ايه يعني؟ طيب وفيها ايه ما يقولوا اللي يقولوه؟ اكوش انا بس على الارض وخير عليا الفيلا ومحتوياتها. يا ود افندي، انت بتتكلم مع نفسك يا نصيبتي؟ هاتي الشاي، هاتي بلاش غلبة. ادي الشاي قدامك اهو. انا داخله انام علشان اصحى بدري، ولا ناس ان البيه بيصحى الصبح وبيجي مع الفجر؟ صباح الخير يا قوت افندي. يا صباح الفل، يا صباح النور. اهلا. العزبة نورت. ها، اخباركم ايه؟ عالي عطية بيه يا ابني، إلهي يخليك ويطول لنا في عمرك. وازاي الباشمهندس كامل؟ بخير اهو جاي اهو. صباح الخير يا عطية بيه، الحمد لله بالسلامة. صباح النور، ازيك يا باشمهندس؟ الله يسلمك. ارجو انك تكون مبسوط. على فكرة شقتك اتوضبت ولا لسه؟ بقت اخر قلسطة كاملة من مجاميع. البركة في تعليمات سعادتك. انت تستاهل كل خير يا كامل. تعال معايا خد قهوة. متشكر. اصله غاوي شاي. عندي شوية شغل في الناحية القبلية وحابقى اجل سعادتك لما اخلص. طيب شد حيلك. وانت يا قوت افندي افندي، خليهم يطلعوا لك طوبين القماش اللي في شنطة العربية. ايوه. عايز تقطعهم بمعرفتك ويتوزعوا على الفلاحين برضه بمعرفتك. إلهي يزيدك من نعيمه كمان وكمان. طول عمرك خير يا سعادة البيه. انا فوق، ابقى تعالى لي شوية عشان عايزك. أنا منتظر. أيوه. لازم سعادتك ناوي تقول لي على شيء خطير قوي. أيوه، مادام رايح جاي في الأوضة وسرحان يبقى يا قوت افندي اقعد.
استغفر الله يا سعادة البيت، تبقى واقف وانا اقعد ودي تيجي برضه وهي العين تعلى على الحاجة. يا راجل بقول لك اقعد علشان تستريح، اديني قعدت. اقعد. قول لي يا قوت افندي. افندم، في ايه ناقصني؟ ناقصك؟ ناقصك ازاي بقى؟ شباب وصحة ومال وكل اللي انت عايزه بين ايديك، هيكون ناقصك ايه بقى؟ الحمد لله. صحيح ربنا وفقني، جمعت المال بالكوم، الصحة عال. ناقص الجمال اللي هيكون للأولاد. الأولاد اللي هيعملوا اسمي بعدي. اسمع يا قوت افندي. افندم، باختصار انا نويت اتجوز. تتجوز؟ مش معقول، مش معقول. يا ألف نهار أبيض، وده كان عاوز التفكير ده كله؟ بنات مصر كلها أي واحدة فيهم تتمنى تكون زوجة ليك يا سعادة البيه. وسعادتك بقى يعني اخترت طبعا، بس يعني مش كنت تقول لي من بدري؟ إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. وتاخدني معاك مصر عشان اشوفها، ولا خلاص رأيي ما بقاش يعني؟ يا راجل انت اول واحد اصرحه، والعروسة انت عارفها كويس، ما هياش من مصر زي ما بتقول. ايه رأيك في بنت عبد الفتاح بيجارنا؟ مين؟ مديحة؟ والله وعرفت تنقي جمال وأدب وأخلاق، ده بقى كله فوق العلم اللي متعلماه. مبروك عليك يا عطية بيه يا ابني. بس مش عارف. ايه مالك بس؟ ايه يا سعادة البيه؟ تفتكر حتى إذا أهلها وافقوا هي هتوافق؟ ايه، وهي هتلاقي احسن منك فين؟ دي لو لفت الكرة الارضية بحالها. مش يمكن يكون في فرق بيننا؟ هو ايه ده؟ انسان مش حتة قماش. ثم كلكم كنتوا بتمجدوا فيه، راجل عصامي كون نفسه بنفسه، انسان متنور مش اقل مننا غنى. كنتم دايما تكلموني عنه، دايما تستقبلوه في سهراتكم هنا. دلوقتي لما جه يطلبني كزوجة تقولولي اسود. هو اسود بس النهاردة؟ بابا انا قلت لا، يعني لا، الجوازة دي انا مش موافق عليها. ماما قاعدة ساكتة ليه؟ ما تتكلمي. ثم انتوا مش قلتولي انكم هتاخدوا رأيي الاول؟ انا بقول لكم موافقة موافقة موافقة، وانا يا بابا مش صغيرة وفاهمة كويس بقول ايه وعارفة مصلحتي فين. هي يا ست مديح مش عايزة حاجة تانية؟ لا متشكرة يا نعسانة، متشكرة. خارجة يا سيدي خارجة. ألف مبروك عليكم، ألف مبروك. خدي دول علشانك يا نعسانة. تعيش يا سيدي ويزيدك من نعايمه. قوليلي انت ما اتجوزتيش قبل كده؟ علشان يعني قاعدة قصادي ولابسة فستان الفرح والطرحة. يا ست هانم خلاص المعازيم روحت واحنا في اوضتنا، مش قاعدين في الكوشة لسه. بالذمة انا اللي ما اتجوزتش قبل كده ولا انت؟ ما حضرتك لسه لابس البدلة، والمفروض ان حضرتك ترفع لي الطرحة. حاسب شعري. مش معقول. لا خليكي كده. في ايه يا عطية؟ في ايه؟ مش ممكن عطية، مش ممكن يكون كل الجمال ده بين ايديا. مش ممكن يكون الجمال ده كله مال لعينيا. الشعر في لون سواد الليل في لوني. عطية انا بحب الليل عشان لونك، لكن الناس كلها بتحب النهار. هيعرفوه ازاي لولا وجود الضلمة؟ الحياة ليل ونهار. هو انا الليل يا مديحة؟ تبقى الراحة بين ايديك، السكينة في احضانك،
والهدوء فيك. وانت النهار، الحياة، الحركة، الحياة، الجمال. شفت بقى أنا وأنت إزاي دنيا قايمة بذاتها؟ يا ترى بتحبيني؟ بحبك. كلمة أحبك إهانة ليكي لو قلتها لك. بعبدك. عطية، مالك؟ افتكرت حاجة عجيبة، حكاية كان ممكن تكون السبب إنها توصلني لحبل المشنقة، لكن بالعكس وصلت لي للجنة، للنعيم، لأعظم حب في الوجود ليك انت يا مديحة. مش فاهمة. مديحة، أنا في الحقيقة كل اللي أعرفه عني وعن والدي كان اسمه مرجان. كل اللي ورثت منه زي ما عرفت طوله وضخامته وجسمه ولونه. قصدك تقول اللون الأبانوسي؟ أيوة، المهم كان بيشتغل عند ناس مبسوطين في قصر كبير وماتت أمي وأنا لسه طفل صغير، وتربيت في القصر. كنت حلية القصر، لعبة أولاد الباشا، فرجة ضيوف الباشا وأصحابه. اتعلمت في المطبخ ألف ب، واتعلمت 1 و2 من الدادة، وفي إصرار وعند وصلت التعليم. كنت بسرقه سرقة من ولاد الباشا، وهربت من القصر. اتلطمت في كل حتة، من بيت لورشة لدكان، ويدور بيا الزمن لغاية ما بقيت صاحب ورشة، وبعدين صاحب أجنس عربيات. واشتركت مع واحد في مكتب استيراد وتصدير. وفي يوم دخلت المكتب لأن الباب كان موارب. وبعدين يا رشدي هتفضل ساكت كده لامتى؟ يا اخي اتحرك، فتح مخك، زحلقه من المكتب بأي تمن، بأي طريقة. كل حاجة بتمشي باسمه، كل حاجة بتخلص باسمه. كل العملاء ما فيش على لسانهم غير عطية بيه عطية بيه. كله قبل ما ياكلك، اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك. معاك حق، علمناهم الشحاتة سبقونا على البيبان. شغلته بفلوسي، والظاهر انه فعلا هيبلعني ويبلع فلوسي ابن الله. يا كلب، انا يا كلب، والله لا دي اخر حاجه تنطقها. يا عطية بيه مش كده، هتطلع روحه في ايدك. طلع روحك انت كمان. يا عطية بيه حرام عليك، مش كده، ابعد ايدك، الراجل هيموت وتودي نفسك في داهية. يا كلب، فعلا خساره اضيع نفسي في واحد زيك. اتفضل انت، هو بره. وبكره الصبح تعالى ومعاك محاسب علشان نصف الحساب. ومن يومها قررت بعد ما فكرت كتير ان لازم اكون غني جدا، اغنى من اي غني في البلد، لان الفلوس هي اللي ممكن تخرس ألسنة طويلة. الفلوس. بس أسفة يا عطية، بس أرجوك تفهم حاجة واحدة، إني أنا آخر حاجة بالنسبة لي ممكن أفكر فيها الفلوس. مديحة، أنا كنت بتكلم عن الناس، أنت ملاك، مش ممكن تكوني من الناس، مش ممكن تكوني من بنات حواء. صادفت في حياتي كتير منهم، كنت بشتريهم شراء، ضحكهم زايف، نظراتهم كذب، كلامهم مكر، حتى اخلاقهم مش طبيعية، صناعية، مرسومة بالريشة والقلم. انت يا مديحة. أنا إيه؟ الظاهر إنك نسيت إني عروسة. نسيت يا حبيبتي، تعالي يا حبيبي. يا سلام، مين كان يصدق ان شهر العسل هيفوت كده بسرعة؟ ايامنا كلها بوجودك جنبي هتبقى شهر عسل طويل، شهر عسل ملوش نهاية. تنزل مية تاني؟ لا كفاية، عشان نلحق نحضر الشنط. طب ممكن اخد واحدة؟ واحدة بس؟ والله انا مش طماع، ممكن نحط قدام الواحدة 0 بس. قوليلي، هو 0 و0 يبقوا كام؟ 0 زائد 0 يساوي 0. انت بليد في الحساب باين عليك. معلش خديني على قد عقلي، نحط الصفرين على يمين الواحد وخلاص. عن اذنك هبتدي. يا قوت أني رايحة عند الست. الست، والله بقيت الست يا مديحة، والمصيبة بكرة تخلف. اسمعي، ما لاحظتيش عليها حاجة كده يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جرى لك ايه يا راجل؟ حاجة كده يعني ايه؟
قصدي لما رجعوا يعني من فسحة شهر العسل ما ظهرش عليها انها يعني الله يا بنت انت ما تفهميني وبلاش الغباوة دي بقى. بصراحة يعني مش باين عليها انها حامل وهو يبان كده طوالي؟ لا يا سيدي، وكمان هي قالت لي انها مش عايزة تخلف دلوقت. امال ايه؟ عايزة تشوف الدنيا وتتهنى قبل ما تتلخم بالعيال. ما افتكرش. بتقول ايه؟ بقول يعني مش معقول، قصدي ما افتكرش في واحدة مش عايزة الخلف. قومي روحي قومي. ايه اللي بستعجب له انها باعت اهلها علشان عطية. يعني ما تبصيليش كده. بيني وبينك سمعت ان ابوها وامها حالفين ما يعتبوا البيت بعد ما ينتهي الفرح وتنفض المعازيم. دي اتجوزته غصب عنهم. بيقولوا انها حلفت انهم لو ما وافقوش تقتل نفسها. يا قوت قول يا صبح، هو انت ما تبطلش نبش في سيرة الناس؟ اني رايحة. هيه صباح الخير يا عم ياقوت. اهلا الحمد لله على السلامة يا مراد بيه. والله ليك وحشة كده يا راجل، حتى فرح بنت عمك ما تحضروش؟ لا 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 لا. كنت مسافر يا عم ياقوت، وديني اول ما جيت قلت اجي ابارك لها. الحمد لله على السلامة. تعال اقعد هنا في الجنينة شوية. اهلا. وازاي مديحة يا عم ياقوت؟ مبسوطة؟ ايه غريبة. ايه هي اللي غريبة؟ نظرات عينيك يا مراد بيه. يا ريتك يا ابني تلبس نظارة غامقة لما تقابله. مش فاهم. على عم ياقوت يا مراد بيه، حبك لبنت عمك طالل من عينيك وظاهر للأعمى. اوهو، انت لسه فاكر يا عم ياقوت؟ ده كان حبي من جانب واحد، من ناحيتي انا بس. هي طول عمرها كانت تقول اني زي اخوها. ربنا سهلها. تفتكر انها هتستمر مع عطية بيه؟ اسألني انا. عطية بيه انا عارفه كويس، غدار. اذا كان غدر بيا انا وجايب لي حتة واد عامله باشمهندس وسلمه دقن وانا بقيت شرابة خر، بكرة تشوف. ده ما عندوش غالي. اغلى من عينيا، من قلبي، من روحي. مديحة، انت عارفة اي مخلوق بيبقى جزء من حبه لأمه وابوه واهله، لكن بالنسبة ليكي كل الحب من نصيبك، لانك امي وابويا اللي ما شفتهمش، لانك اهل اللي ما عرفتهمش، لانك البراءة كلها اللي ما لقيتهاش في اي واحدة تانية. احبك. وبعدين مش كنت بتقول هتفوت على الباشمهندس كامل عشان تشوف عمل ايه في خلية النحل اللي قال عليها؟ معاكي حق، الجدع ده كويس، بس عيبه الوحيد انه عاوز يشركني معاه في كل حاجة. ده عيب؟ يا ستي انا جايبه هنا وفوضته يتصرف زي ما هو عاوز في الارض، والاول كنت بتمشى معاه لاني كان عندي وقت فراغ كتير. ودلوقتي؟ دلوقتي اللي ملت كل فراغي موجودة. يا ترى مين؟ واحدة اسمها مكون من 5 حروف. ال4 حروف الاولين بيقولوا حاجة. بيقولوا ايه؟ الحرف الاول ميم، ملاك، والحرف التاني دال، دايما، والحرف التالت يا، والحرف الرابع أحا، حبيبتي. بيقولوا ملاك دايما يا حبيبتي. طيب والتيه المربوطة في الآخر؟ دي اللي مش عارف أفسرها. على كل حال الإنسان دايما بيبقى فيه حاجة غامضة أو غير واضحة، خصوصا المرأة، وده سر جمالها، وده الشيء اللي بيبذل كل راجل فيه مجهود شاق وعذاب علشان يصل إليه. عايز تقول إن في سر غامض فيا وإنت مش عارفه؟ على كل حال أنا هسيبك تكتشفه لوحدك عشان تتمتع بالمجهود الشاق اللذيذ اللي بتقول عليه. أحبك. أحبك. عطية،
وبعدين اعذريني يا مديحة، العمر كله قضيته في التعب وضياع، في حرب ضد نفسي، ضد الخوف اللي كان ملقيني. ولما وجدت شخصيتي كانت الحرب علشان أعيش وأنا بلا أب أو أم أو أهل، حرب من أجل ثروة تأمن وجودي ومستقبلي. كل الشحنات اللي فيا كإنسان تقريبا استنفذتها إلا شحنة الحب. انت أول مخلوقة قدرت تفجرها فيا، عشان كده أرجوك إنك أرجوك ما تكملش يا حبيبي. أنا أسعد مخلوقة في الوجود. ما تطلبش مني أعذرك، اطلب مني إني ما حسيتش نفسي، اطلب مني إني ما حاولش أصحى من الحلم اللذيذ ده أبدا. أحبك أحبك أحبك. أحبه؟ ده كان زمان يا هبلة. والنبي أحسن حاجة عملها أبوك إنه سماكي نعسانة. كان عارف إنك طول عمرك هتفضلي كده نعسانة. يا سلام. قال عن حاجة في حياتي إني اتهفيت في عقلي واتجوزتك. كتر خيرك. معلش، مهما كان أني برضو مراتك، وواجب علي إني أستحملك. قول يا سيدي، قول اللي يحلال. خلاص أنا أصلي خدت على كده. إيه ده؟ بتعملي إيه؟ إيه اللي بتلبسيه ده؟ ده فستان من فساتين ست مديحي، ادتهولي علشان البسه الليله. ماني اصلي بقى هبقى التابعه بتاعتها، ويمكن حد من ضيوف البندر اللي هيجوا الليله يشوفني، لازم برضه ابقى كده متمدنه شويه. انت ايه يا اختي؟ التابعه بتاعتها؟ ايوه انا عارفه، هي قالت لي على كلمه كده معناها هو دي. يكونش قصدك وصيفه؟ تمام هي دي. قلت لي اسمها ايه؟ اسمها وصيفي؟ طيب اسمع، قول لي يا ياقوت، دي الست مديحة بتقول ان الحفلة اللي عاملها عطية به الليلة هيكون فيها يجي اكتر من 50 راجل ومراتاتهم وكلهم من البندر. وماله 50 100 ألف حتى؟ يجرى ايه؟ ازاي يجرى ايه؟ ازاي وماله ازاي؟ بس اسمع يا ياقوت، هواني وشلبية والواد هريدي وشعبان هنكفي عليهم بس طلبات حتى المية. روح يا شيخة إلهي. ولا على ايه يا حجر يا بهيمة اللي هيخدموا عليهم الخدامين والسفرجية اللي في بيت عطية بيه في مصر جايين ومعاهم كل مستلزمات الحفلة جاهزة. ولازم تفهمي ان اصحاب عطية بيه في مصر ما يشربوش مي. ليه؟ ما بيزوروش؟ مش هيبلعوا اللقمة؟ مديحة تعالي. الأستاذ حمزة، تشرفنا. سليم الدهيمي، تشرفنا. عبد القادر، إبراهيم شوقي. دول بقى بصراحة أصدقاء السوق. برافو. لا والله يا عطية صبرت ونول. ميرسي، أرجو نبقى نشوفكم دايما. والله لولا الملامة كنا فضلنا معاكم هنا في العزبة على طول. عطية بيقول هيعمل لنا الحفلة دي كل شهر. احنا بنقترح انها تبقى كل 15 يوم مبدئيا، وبعد كده نشوف. على العموم أهلا بيكم في أي وقت. عطية بيعزكم قوي وكلمني عنكم كتير. طيب تسمحي لي بالرقصة؟ أسفة، رقصاتي كلها زي حياتي وهبتها لصديقكم عطية. كفاية بقى تهريج يا غجر. اتفضلي يا مديحة. من فضلك
مش حضرتك الباشمهندس كامل؟ ايوه. في واحد بره اسمه الاستاذ مراد عايز سيادتك. هو بره في الفرندا. يا قوت افندي. الله، استاذ مراد، ايه الحكايه؟ سبيل الحفله واقفين هنا يعني، خير؟ والله انا مش فاهم حاجه، اصل الاستاذ مراد بعت لي جرسون وبعت لي انا كمان. خير؟ خير ايه يا باشمهندس؟ اسمع، المرة دي هكلمك بلسان، لكن المرة الجاية هيكون ليا معاك لغة تانية، فاهم؟ فاهم ايه؟ مش فاهم حاجة طبعا. ما تستعبطش، لازم تكون فاهم، لازم تفهم كويس. لو ما بعدتش عن مدام مديحة مش هيجرى لك طيب. مدام مديحة؟ ايوه، لازم تفهم انك مجرد واحد مش شغالين عندها. ايه؟ والعين زي ما انت عارف ما تعلاش عن الحاجب يا حضرة الباشمهندس. الظاهر انك مش فايق. ممكن نأجل الكلام في موضوع زي ده لوقت تاني تكون في فايق. اخلص. يا قوت افندي، خليك شاهد. شاهد ايه؟ ودي حاجه اقدر اشهد عليها؟ ايه؟ اقول ايه يا دي الليله اللي زي بعضها؟ اقول ايه لعطيه بيه الاستاذ مراد ابن عم الست والباشمهندس كامل بيتخانقوا على حب مراتك؟ لا انت بتتكلم ازاي يا قوت افندي؟ بتكلم ازاي يعني ايه؟ المنافسه اللي دايره بينكم دي معناها ايه بس يعني؟ الظاهر ان لغه الكلام مع المهندسين اللي زيك ما تنفعش. هي حصلت مد ايدك. خد بقى ايه ده في ايه؟ ما تتكلموا. ايه اللي حصل يا قوت افندي؟ اللي حصل اقول ايه بس يا اخوات؟ ما تتكلم. ما هو لو في سبب زودوا العيار حبتين في الشرب وطلعوا في الفرندا، الهوا لطشهم، دخلوا في مناقشة من فيهم اللي أقوى يعني، تحدوا بعض. وبعدين بصيت لقيتهم قلبوها جد، ما قدرتش أخلصهم، بعت لسعادتك. بعد اسمه كلام. انتوا صغيرين. اتفضل سعادتك، اتفضل عشان المعازيم ما ياخدوش بالهم. اتفضل وانا هصالحهم. باشمهندس كامل، افتكر يستحسن تروح تنام. الظاهر انك تعبان شويه. يا مدام مش قد الشرب يا اخي، ما كانش لازم تشرب كتير. هو مشي يا قوت افندي؟ وقف شويه مع الست مديحه، ما اعرفش يعني كان بيوشوشها ولا هي اللي كانت بتوشوشه، وبعدين خرج. يظهر اللي شربت كتير، اهنت الباشمهندس بدون داعي. معلش بكره الصبح انا هروح له واعتذر له. يا قوت افندي، يا قوت افندي. ايوه يا ست مديحه. امال فين الباشمهندس كامل؟ مش باين يعني. هو حضرتك ما درتيش مش عطيه بيه طردوا من الحفله؟ طردوا؟ بتقول ايه؟ لا ليه؟ ما تتخضيش حضرتك كده يا ست مديحه، مش طردوا بالمعنى اللي فهمتيه، قصدي زعل منه علشان شرب كتير وكلمه بعصبيه وقال له روح. بيني وبينك يا ستي، بس احلفك بسعطيه بيه ما تجيبي له سيره. اللي انا فهمته ان الباشمهندس بكره الصبح هيلم هدومه ويمشي. ده يبقى مجنون، حد يزعل من عطية. تعال معايا نروح نجيبه. لا يا ست مديحة، نروح له دلوقتي مش معقول. حضرتك الصبح بدري تبعتي له او تتكرمي وانت في الجنينة زي عادتك يعني، تفوتي عليه وتعقليه، بس من غير ما سعطية بيه ياخد باله. وفيها ايه؟ هو ما فيهاش حاجة، بس حضرتك برضو ما تعرفيش سعطية بيه. اسأليني أنا، على قد ما هو طيب عيني، بعدين يفتكر إن الباشمهندس بيتقل عليه
وبيهددوا انه يسيب الشغل في المزرعة، والحكاية ما تستحقش ده كله. حضرتك تحلي الاشكال وخلاص. حتى الباشمهندس تكلميه عادي، اصلي كأنك دورتي عليه في الحفلة وما لقيتيهوش. مديح طب روح انت دلوقتي يا ياقوت افندي. انا حلفتك يا ستي ما تجيبي سيرة. طيب انا هتصرف. صباح الخير يا عم ياقوت. صباح النور. بقول ايه يا سعادة البيه؟ ايوه. ما كانش فيه داعي تكبر موضوع الباشمهندس كده. ما خلاص انا دلوقتي هروح له. يعني الموضوع ما يستاهلش ده كله. الست مديحة عنده دلوقتي في بيته. الله، مش سعادتك اللي بعتها له؟ اهي بص سعادتك خارجة هي وهو في الجنينة وبيضحكوا. لكن انا ما قلتلهاش حاجة عن الموضوع ده. استنى، ما هتعمل ايه يا سعادة البيه؟ ما تندهش ولا حاجة. استغفر الله العظيم. في ايه يا عم ياقوت؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. ما هي طيبتك يا سعادة البيه هي اللي سببت ده كله. اعمل ايه يا اخواتي؟ اسكت؟ ما هي طيبتك اللي فائت الحد هي اللي عملت ده كله. يا سعادة البيه انا غرقان في نعيمك وخيرك ومش قادر اسكت، وكمان مش قادر اخبي عليك. يا ياقوت افندي اتكلم. اقول ايه بس يا ربي؟ لو سكت ابقى خاين العيش والملح، ولو اتكلمت هسبب لربي نعمتي العذاب. عايز تقول ايه؟ اتكلم ولا؟ دراعي يا سعادة البيه، حرام عليك. ايه؟ بس اتوسل اليك تمالك اعصابك وتهدى. اهدى يا سعادة البيه، لساني مش مطوعني يا اخواتي. لكن الست مديحة مالها؟ انا عارف ليه ربنا ما خدنيش قبل ما اقف موقف زي ده. قول مالها؟ هي والباشمهندس بيخونوه. ممكن، مستحيل. ده انا احرقهم الاتنين، احرق العزبة كلها، احرق الدنيا كلها. مديحة مش ممكن تعمل كده. مديحة دي يا سعادة البيه بيه يا ياقوت. ده اللي كنت عامل حسابه من بدري واللي كان مسكتني وانا بتألم علشانك. استنى. والله فلحت يا ياقوت افندي. هيخلص علي ويروح هو العشماوي ويخلل الجو وابقى ياقوت بيه صاحب العزبة والمزرعة كلها. الكلاب لازم يموتوا موتة الكلاب. عطية بيه يا ابني، عطية بيه، سيب البندقية دي تضيع نفسك. معك حق يا عم ياقوت، لكن اسمع. نعم. انا عايز دليل واحد. الدليل موجود، بس تتمالك اعصابك. بالرغم من تأكدي أرجو الله إنه يخيب شكي وظني يا عطية بيه برضو بطلب منك إنك تراقبهم في هدوء علشان ما يلاحظوش عليك حاجة وياخدوا بالهم. رايح فين يا ابني دلوقتي؟ أنا هاخد عربية وهوصل مصر وارجع. لما تيجي بقول لها. ياقوت افندي. ايوه يا ست مديحة. نعم. مش البيه ده اللي خرج بالعربية؟
ايوه الظاهر جاله تليفون من المكتب في مصر، حاجه باين عليها مستعجله. قال لي اطمن حضرتك وانه راجع على طول. غريبة. ست مديحه، انا شايف ان الباشمهندس قعد يعني. باين انت اللي كنت شارب زيادة عن اللزوم امبارح. الباش مهندس لا زعلان ولا حاجة، وحكاية مشيانه دي كانت مجرد تهيؤات في دماغك. الله، وحضرتك سألتيه في الموضوع؟ ابدا، كلمته عادي جدا عن المزرعة وخلية النحل، ومن كلامه معايا حسيت ان ما عندوش اي فكرة عن كل تهيؤاتك. الحمد لله، والله ده شاب كويس يعني وابن حلال. مش عارفة اتأخر ليه لغاية دلوقتي. اتفضل انت يا باشمهندس كامل. يا فندم بس لما نطمن على البيه. معلش عشان تستريح. معلش انا اقدر استنى. اتفضل انت وانا ونعسانة نفضل مع الست مديحة. طيب اللي تشوفوه ان شاء الله. ما فيش حاجة يا فندم، وعلى كل حال هفضل صاحي لغاية ما اسمع صوت العربية. عن اذنكم. اتفضل. ست مديحة، أقوم أعمل لك فنجان شاي؟ لا يا نعسانة، ملوش لزوم، بس كان اتصل بيا بالتليفون. أهو سعطية وصل يا ستي. الحمد لله إنه جه بالسلامة. يا خبر، أتري قلبك رهيف بشكل. يلا بينا يا ياقوت، خلاص ما بقالناش لازمة. تعبتكم معايا الليلة يا نعسانة. يا ست تعبك راحة، الحمد لله انك اطمنتي على سيدي، ربنا ما يحرمكوش من بعض ابدا. يلا يا ياقوت، تصبحي على خير يا ست. تصبحي على خير يا ست مديح. طبعا بتداري كسوفك يا سعادة البيه. يا سلام، مفيش حتى سلام، دخلت الأوضة هنا على طول. انا تعبان وعايز انام كده، وكلنا قلقانين عليك. كلكم مين؟ لسه من شوية الباشمهندس كامل كان هنا، وياقوت افندي ونعسانة كمان. تصبحي على خير. ايه الحكاية؟ اقدر اعرف كنت فين؟ على كل حال مش ضروري احراج. بلاش يا سيدي تقول. ممكن اقعد جنبك؟ ما انت قاعدة اهو. دي برضو قعدتنا سوا، بيني وبينك نص متر. لا، انا كان قصدي كده. ايوه كده. لئيمة، ممكن تضمني لصدرك؟ شيطانة. ممكن دلوقتي بقى اخد 100 بوسة بتوعي؟ ما تبصش كده. هات، ادي واحدة. لا دي مش محسوبة لانها ملهاش طعم. معنى كده ان 100 مش هيتحسبوا. يظهر ان ما بقيتيش تستطعمي. اياك تكمل يا عطية. مالك؟ في حاجة في المكتب؟ لا. حد من أصحابك؟ لا. أنا. أنتي؟ أي دراعي يا عطية، دراعي. قلتلك أعصابي تعبانة. تصبح على خير. ما تتخمدي بقى وتنامي. يا راجل الست تقول عليا ايه دلوقتي؟ تقول سرقت الإشارب بتاعها؟ يا دي الفضيحة يا ولاد. طيب وانت لما كنت شايفه في ايدي واحنا جايين من هناك مش كنت نبهتني ارجعه؟ ده الإشارب ده بالذات عزيز عليها قوي. ما خلصنا، هو مش في صبح طالع؟ اصله كان اول هدية جابها لها سعطية بيه. ايه بتقولي ايه؟ لقيتها ايه دي؟ لقيتها. هي دي اللي لقاها يا اخو؟ ولا كلمة يا بنت انتي. جرالك ايه يا راجل؟ الله، بتحط الاشرب في جيبك ليه؟ ولا كلمة يا بنت انتي، انا لا خدت حاجة ولا شفت حاجة، فاهمة؟ يا نصيبتي. ليه ناوي على ايه يا ياقوت؟ يا لهوي، عينك بتقول انك ناوي على شر. اتكلم يا راجل. نعسانة، اياك تجيبي سيرة على الاشارب ده. انا عارف لسانك وطوله، لكن قسما بالله ما تجيبي سيرة في اي حتة لكن.
قلت ايه؟ يعني بتهددني يا ياقوت؟ انا ما بهددش، بس يعني تفتكري ان ابوكي لسه عايش؟ ابوكي اللي كان عايز يقتلك ويشرب من دمك لولا الظروف اللي جابتني وانقذت الموقف واتجوزتك، انا اللي سطرت عليكي. ولا نسيتي؟ هو يعني لازم تفكرني؟ هو اني كنت عصيت لك امر من يومه؟ يا ياقوت افندي، صباح الخير. صباح الخير. انت لسه نايم؟ ايه الكسل ده؟ ادخل، انا حالا هلبس دلوقتي. الله، يعني الشاي والفطار زي ما هم، هو الواد شلبي يعني جهزهم لك ولا صحكش؟ الحقيقه يعني صحاني، قلت له طيب، ويظهر يا ياقوت افندي نعست تاني بعد ما ظبطت المنبه. اخبار عطيه بيه؟ خير، اتأخر شوية عشان كان عنده شغل في المكتب بخصوص عملية التصدير يعني. بقول لك ايه، اسبقك انا لغاية ما تلبس وتفطر وهنبقى يعني هبقى اجي لك شوية اكلمك عند خلية النحل، علشان الواد الشامي اللي شغال على مكنة وابور الطحين. طيب، وهو كذلك يا ياقوت افندي، وهو كذلك. يا سعادة البيه، جبت لك أول دليل مادي، اتفضل. ايه ده؟ مفتاح بيت الباشمهندس، سرقته من الواد شلبي. ممكن تروح وتشوف حاجة تهمك موجودة في أوضة نوم الباشمهندس. حاجة ايه؟ مديحة فين؟ الست مديحة في الجنينة، لكن حاجة تخصها. الإشارب اللي سعادتك هديته لها شفته عنده، هو هيخرج دلوقتي ويروح عند خلية النحل. سعادتك تبقى تتأكد بنفسك. تصور سألني عن سعادتك، ولما قلت له إنك رجعت بالسلامة وشه اتقلب وبقى زي الصرمة القديمة. الخاينة، لكن تخوني ليه؟ ناقصها ايه؟ الفلوس تحت رجليها، عايشة في قصر كأنها ملكة من الملكات، وهبتها روحي وقلبي وشبابي. عايزة ايه اكتر من كده؟ عايزة ايه؟ مش عارف عايزة ايه. تعالى اقف قدام المراية. ايوه هنا، بص بقى في المراية. هبص في ايه؟ لكن ما طول عمري كنت كده، عجبتها وانا شكلي كده، ضحت بعيلتها عشان تتجوزني وانا كده. لا 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 يا مسكين، عايز تقول انك مش، ومنين اعرف؟ وازاي اعرف؟ وليه اعرف؟ كنت عطية مرجان وبكفاحي وعرقي والتحدي شلت كلمة مرجان خالص وحطيت مطرحها بيه بقيت عطية بيه. كل الناس عارفين عطية بيه، مش عطية مرجان. حتى مديحة اللي حبيتها لدرجة العبادة. ليه خاينة. امال سعادتك كنت فاكر الخناقة اللي بين مراد ابن عمها والباشمهندس ليلة الحفلة كانت عشان عشان عرف حكايته؟ خاينة. وقف شوية مع الست مديحة
معرفش كان بيوشوشها ولا هي اللي كانت بتوشوش. خاينة الباشمهندس بيخونوك، هي والباشمهندس بيخونوك، هي والباشمهندس بيخونوك. لا 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 لا. عطية مالك يا حبيبي؟ بتبعد وشك عني ليه؟ انت شارب؟ ايوه الشارب المر. ابعد ايدك عني. الله، طب وطي صوتك استنى لما اقفل الباب. قلت لك ابعدي ايدك عني، ابعدي. في ايه بس يا حبيبي؟ اتوسل اليك تريح قلبي. قلبك انا اللي هريحه برضه. عايز تقول ان في سر غامض فيا وانت مش عارف؟ على كل حال انا هسيبك تكتشفه لوحدك عشان تتمتع بالمجهود الشاق اللذيذ اللي بتقول عليه بحبك. لا، كدابة. عطية مالك يا حبيبي؟ مالك؟ لا مفيش تعبان شوية. انت مخبي عليا حاجة. خلاص يا عطية، خلاص ما بقتش مديحة اللي بتحكي لها كل اسرارك، ما بقتش مديحة اللي كفاية. عطية قولي في ايه يا حبيبي؟ ايه اللي مخبيه جوه هنا في قلب ابيض. للاسف كان لازم يبقى لوني، لازم يبقى اسود. جوه هنا قلب ابيض، قلب غبي، قلب جبان، قلب متردد. ارجوك ما تتكلمش عنه بالشكل ده ملاذي الوحيد، ده بيتي اللي برتاح فيه. بيت الشيطان. عطية أنا خاينة. عطية، إذا كان حبي ليك لدرجة العبادة خيانة فأنا فين الإشارب اللي اديتهولك يوم ما اتجوزنا؟ الإشارب اللي كنت محتفظة بيه وما بتستعملهوش أبدا، لأنه غالي، لأنه أغلى هدية، ولأنه على كل حال دقيقة واحدة، هو هنا في الدولاب. استنى. أيوه. مالك اتسمرت كده ليه؟ يا ترى نسيتي فين؟ كنت لابسه مين؟ وحب يلعب في شعرك الاسود الناعم وسقط الاشارب وما حسيتيش. لا انت بتقول ايه؟ انت مجنون. ايوه مجنون لاني حبيتك، مجنون لاني صدقت نظرات عينيكي، مجنون لاني وهبتك قلبي، لاني سلمتك نفسي، مجنون لاني عايش في عذاب كان لازم اخلص عليكي من اول لحظه عرفت. كنت عايز دليل قبل الشك، كنت برفض اني اصدق، كنت برفض. انت لئيمة خاينة. اداكي ايه؟ اتكلمي، اداكي ايه؟ مين هو يا مجنون؟ الباشمهندس كامل العاطل اللي شغلته الكلب. ستي مديحة، مين اللي بتكذبي حتى وانت بتموتي؟ لا، انا اللي قتلتها، انا اللي خنقتها، خنقت الخيانة. سيدي عطية بيه بتقول ايه؟ ست مديحة اشرف ست. لا مش شرفك يا سيدي، شرفي مرمطته في التراب ابدا، دي كانت شايلك في عيونها وجسمها عقلها، وكانوا مع مين؟ معاك يا سيدي. لا اسألي جوزك. ياقوت هو اللي، وانت برضه تصدق ياقوت؟ ابدا يا سيدي، ده شطار، ده مجرم. انا رحت بنفسي بيت الباشمهندس ولقيت الاشارب فوق السرير.
من شرب. يا لهوي يا لهوي، هو عملها الكلب، عملها، مش بقول لك ده شيطان شيطان. الشرب ده هددني وخدوا مناني يا ود الزفت. اتاري كان ناوي على ملعوبه. عايزه تقولي ايه؟ ست مديحه ست الشرفه يا سيدي. كلام يا قوت افندي. كذب ما تصدقوش، كذاب وخسيس خسيس. نعسانه ارجوك سيبينا لوحدنا. ابعتي لي يا قوت، ابعتي لي الشيطان، ابعتي لي الشيطان، ابعتي لي الشيطان. مديحه رد عليا يا حبيبتي، رد عليا يا اغلى انسان، يا احلى مخلوق. سامحيني يا ملاك. مديحه بحبك، ما تفوتنيش لوحدي معاهم مع الشيطان. مديحه لا مش ممكن اتوسل اليكي. اتكلمي مديحه، ما تضيعيش الوقت ابدا. الأوضة مقفولة، روحك الطاهرة لسه هنا، ما راحتش بعيد. استني هقفل الباب بالمفتاح. شفت ده؟ رد علي مديحة. لا مش فاتح، هتروح وتخرج من هنا. ابعدوا عني يا شياطين، ابعدوا